بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقداره العظيم. تعالوا حبايب قلبي النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سمك، وطبعا احنا شايفين بس مش سمك، مش أي سمك. السمك النهاردة على طريقة رنودي. السمك النهاردة سمك شوكة، هنقليه مع بعضنا بس بطريقة رنودي. تعالي نشوف تريكاته وحركاته ونعمله مع بعض. وهنا أول خطوة في خطوات السمك كان لازم إن أنا أسمي الله كده وأتشاهد وأقطع راسه، وهفتح بقى بطنه. هننضفه وهنخليه، وهنشوف مع بعض طريقة ان احنا نخليه، وهعمل منه احلى بني. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن بجد. بصوا في ناس بتفتحه من ظهره، انا مش هفتحه من ظهره. بصوا، اول حاجة طبعا هنضف البطن بتاعته. وما ننساش حبايب قلبي نوحد الله ونقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وما يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهنا حبايب قلبي طبعا نضفنا البطن بتاعته زي ما احنا شايفين. هشيل ده كله طبعا ارميه. وادي شطفت السمك بتاعي ورجعت بيه تاني نضيف وجميل. بصوا هو في ناس بتفتحه بتخليه من الظهر، بتفتحه من الظهر. انا بصراحة الطريقة بتاعتي انا بحب افتحه من البطن زي ما احنا شايفين. بدخل ايدي كده بحاول اسلتها من ناحية السلسلة وافتح كده. انا جايبه لكم خطوة خطوة، لا عايزة اسرع الفيديو ولا عاوزة اقطع حاجة من الفيديو علشان خاطر انتوا تشوفوا الطريقة اللي انا خليت بيها، لعل حد يستفاد من الطريقة يعني. وطبعا انتوا اساتذة اكتر مني كمان ما شاء الله عليكم. طبعا بشكر كل متابعيني وكل حبايبي وبقول لكم كل سنة وانتوا طيبين ومناسبة شهر رمضان الكريم. وطبعا ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من دعمكم يا احلى اخوات. ادي السمك بيتخلى على طريقة رنود، يعني انا اعرف الناس كلها بتخليه من الظهر الا انا بخليه من بطنه. يا سلام. ماشي خليكم معايا للاخر. طبعا باجي بقى عند السلسلة، بضغط عليها ضغطة بسيطة كده عشان تطلع معايا بسهولة. طبعا ايد بتبقى ماسكة اللحم وايد بتسلت السلسلة زي ما احنا شايفين كده. طبعا سمك الشوكة من اسمه اللي مجربهوش قبل كده معروف ان هو بيبقى فيه شوكة كتير، بس طعمه في الآلية تحفة ووهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا السلسلة بالشوك بتاعها بطلعه، وانا هنا بشيل الديل بقوم قطع معاها السلسلة، او انا بشيل السلسلة قطعت معاها الديل، اسفة. هنا بقى اليمة التانية بيبقى فيه شوك. بصوا هو في حاجة اسمها ملقاط، ده بينضفوا بيه البط، بينضفوا بيه السمك. ممكن بتستخدموه. انا بالنسبة لي لان انا عارفة اصلا اماكن الشوك في السمكة وسهل عليا ان انا اشيلها عادي، مش شرط الملقاط يعني، نتصرف. باجي على الطرف هنا بيبقى فيه حتة برضو شوك، بقوم شايلاه. وبالنسبة للمتابعين الجداد اللي بيعجبهم القناة بتاعتي، يا ريت يعملوا اشتراك ويفعلوا الجرس عشان يوصلهم كل جديد من وصفاتي. وهنا نفس الحوار برضو، هضغط على السلسلة ضغطة بسيطة واحاول ايد بتسلك السلسلة من فوق، والايد التانية بحاول ان انا امسك بيها لحم السمكة من تحت. اهو بصوا انا بسند بالسكينة من تحت اهو، وبحاول اسلك اللحم من السلسلة بتاعت السمك. وباجي عند الاخر هنا اقوم قطعة الديل بالسلسلة.
عايزة اقول لكم ان السمك ده طعمه تحفة وخرافة، وانتوا هتشوفوه في الاخر شكله عامل ازاي بجد. والله العظيم سمك مش اللي هو عادي ما احنا بنقلي سمك او لا، اعمليه بالطريقة دي. هتحسي ان انت تعبتي شوية في ان انت تخليه، لان انت مش متعودة على كده، بس والله العظيم بجد متعة في انك تاكلي السمك ده من غير شوك. بصوا، طبعا الحتة اللي على الطروف دي بيبقى برضو فيها شوك. ايوه، ده كله بشيله بالسكينة. ادي السمكة بتاعتي. في بقى بيبقى شوك صغير برضو كده غير الشوك الكبير، بحاول برضو اطلعه زي ما احنا شايفين كده بايديا. بحاول اجس السمكة لو فيها اي شوك انا مش واخدة بالي منه، بحاول اطلعه. اهو ادي السمكة بتاعتي. هاجي عند الحتة دي ايوه واقوم شايلة، لانها هي برضو شوك. وادي السمكة بتاعتي بسم الله ما شاء الله نضيفة وجميلة زي ما انتوا شايفين. هعمل انا بقية السمك وارجع لكم برضو تاني. هنا عملنا بقية السمك، جينا بقى عند الحتة بتاعت السلسلة دي، وهبدأ اقطع السمكة اتنين، وهفصل السلسلة اللي في النص دي طبعا لانها فيها شوك. طبعا هتلاشاها وهخرجها بره السمكة. هقطع من حواليها. ادي قطعت الجنب ده اهو زي ما احنا شايفين. برضو هقطع اهو، دي شوك اهو، اللي انا بفصله ده شوك السلسلة اللي في النص او اللي في الظهر. هي الطريقة سهلة وجميلة جدا جدا جدا، والطعم بقى احلى بكتير بكتير بكتير. بسم الله ما شاء الله تحفة بجد. على فكرة انا السمك دايما، السمك الشوكة ده دايما من زمان وانا احب اعمله بالطريقة دي، بجد بيبقى طعمه تحفة وخرافة، ومحدش داقه او اكله بالطريقة دي الا بجد ما يقولي فعلا تسلم ايديك يا رنودي. اهو بصوا، بحاول اسلك السلسلة بسن السكينة كده عشان ما اكلش من اللحم. مهم. بجد ركزوا في الخطوات دي والله العظيم، مش مجرد ان انا بعدي الفيديو او بعمل الفيديو وخلاص، لا والله بجد الطريقة دي جميلة جدا. انا بالنسبة لي يعني، بصوا هو اي حاجة احنا بنعملها لأي حد بنحبه فلازم نتعب فيها شوية، بس تعبهم بيبقى راحة بجد. وادي السمك بتاعي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن بقى جاهز معايا. هبدأ بقى انا كده اكون محضرة التتبيلة بتاعتي. ادي السمك شايفين اتخلى تماما من الشوك، ولو قابلني اي شوكة برضو وانا بحدقه او ان انا بحط له تتبيلة هشيلها. ادي التتبيلة بتاعتي اللي هو توم مفروم، على فلفل احمر مفروم، على حبة بابريكا، على حبة ملح، على حبة كزبرة ناشفة، وكمون. وطبعا ما ننساش الليمون، الليمون في التتبيلة. وبعد ما نخلص التتبيلة ونتبله هنرش برضو عليه، هنعصر عليه برضو ليمون. هو السمك بيحب اصلا عصير الليمون. بصوا جماله وهو بيتبل يا جماعة، والله العظيم يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مزيكا. مين فاكر كلمة مزيكا؟ كنت بقولها في أول فيديوهاتي وأنا بدوق الأكل، فعلا بيبقى مزيكا. حاجة كده سلطنة بجد، يعني معنى كلمة مزيكا يعني حاجة سلطنة، بتعدل الدماغ، بتعدل المزاج كده يعني. أكيد كلنا بنسمع قرآن طبعا،
وإنه على علي ولا يعلى عليه طبعا. بس بيجي بعض الأوقات إن احنا برضو بيبقى بنحتاج لحبة برضو مزيكا هادية، أغنية هادية كده يعني. وهنا حبايب قلبي ادي السمك بتاعي تبلته، اخر حبة تتبيلة مع اخر سمكة، شفتوا ما شاء الله. واحنا عندنا هنا بيقولك ايه في الموقف اللي زي ده، ربنا هيسترك ومش هيحوجك. ليه بقى؟ لان هو تمم معاكي الاكل لغاية الاخر، يعني اللي هو كفة معاكي التتبيلة على قد السمك. وده طبعا يعني فال حسن، يعني من الكلام ده من باب الفال الحسن. وطبعا ربنا يسترنا جميعا بستره الجميل، اللهم امين يا رب العالمين. وهنا جبت طبعا ليمونة وبعصرها على السمك بتاعي، اشربه كده من عصير الليمون. ايه رأيكم في شكله بجد وهو كده؟ طبعا تحفة. وهناك كده في كوباية قهوة انا عاملاها برضو من باب المزيكا، من باب الدماغ برضو. طبعا عايزة اقول لكم حكاية القهوة دي بالذات لها قصة وحكاية معايا كبيرة جدا. يعني بحبها من وانا بنت، واللي حببتني فيها جدتي الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب. هقول لكم برضو هي حببتني فيها ازاي. فنجان القهوة ده او كوباية القهوة هي السبب ازاي ان حببتني فيها. طبعا الاول هنشوف السمك اهوت معانا. ادي السمك بتتبيلته بجماله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا لا تقولوا لي شغل مطاعم ولا شغل فاخر، احنا شغلنا احنا، لا احنا لسنا الوحيديون ولكننا المتميزون. وهنا هنروح للخطوة التانية وهي آلية السمك. هنحتاج مع بعض حبة الدقيق بتوعك هتحطي عليهم معلقة نشا كبيرة، تمام. وهحطي عليها حبة ملح وحبة كمون بعد إذنكم. يعني الطريقة سهلة وبسيطة اهو. يعني لو كوباية دقيق عليها معلقة نشا كبيرة، يعني كوباية دقيق عليها معلقة نشا كبيرة، وتحطي حبة الكمون وحبة الملح، تمام. بتجيبي السمكة بتاعتك كده، بتكوني محضرة جنبك الطبق التاني ده مالي يا رنودي، الطبق التاني ده فيه مية، تمام. هتبل الأول بالسمك بالدقيق، وهنزل بالسمكية في المية، وانزل تاني على الدقيق بتاعي. عايزه اقولك لو انت حابه ان انت تقرمشيه زياده عن اللي انا كنت اللي انا عاملاه وهتشوفيه، ممكن تنزليه تاني في الميه وترجعيه تاني في الدقيق مره كمان. بس انا بالنسبه لي انا مش حابه ان يبقى عليه طبقه كبيره من الدقيق عشان احس بطعم السمكه. يعني انا بالنسبه لي كده حلو عشان احس بطعم السمكه. مش مهم عندي الطبقه المقرمشه تكون سميكه او كده، لا. طبعا الدقيق بتاعي متبهر، ومعلقه النشا مش هتخليه يشرب معاكي زيت. زي ما احنا شايفين كده، تبليه بالدقيق وهتنزلي من الدقيق للمية، وكذلك ترجعي على الدقيق تاني. قلنا لو انتي حابة تقرمشيه او تعملي الطبقة اللي عليه سميكة عن كده بتعمليها، بكرري الموضوع مرتين. طبعا بقى هقول لكم على حكاية تيتا. كانت دايما تحط بوتاجاز جنبها كده، والصينية جنبها عليها البن والقهوة والسكر. واحنا هنا دلوقتي احنا بنقلي السمك يا جماعة. نزلنا السمك معايا الزيت في الزيت كده، زيت سخن، وبنقلي بقى قدام منكم كده وانا بقول لكم قصة جدتي يعني. طبعا الف رحمة ونور تروح لها، دي كانت روحي يعني. المهم بتحط الصينية عليها السكر والبن وكوبايات مغسولة ومنشفاها هي بفوطة جنبها، او حتة قماشة نظيفة جدا مخليها ان هي تنشف بيها المواعين بتاعتها. وكوبايات مكفية على الصينية أو كل حاجة جاهزة جنبها. أول ما حد يجي لها تجيب الصينية وتحضر له أحلى فنجان قهوة، والله العظيم أحلى فنجان قهوة حرفيا. وكانت تظبط الدنيا وهو قاعد كده، وتقوم شادة الصينية، ايه قهوتك ايه او قهوتك ايه، وتقوم عامله له. بابها ده ما كانش بيتقفل،
يعني عايزة أقول لكم من حب الناس فيها، يعني بابها ده ما شاء الله ما كانش بيتقفل. ألف رحمة ونور تنزل عليها. فطبعا كانت بتعمل لي بقى قهوة زمان وروحانيات كده جميلة، وكنت أروح أقعد جنبها على السرير، تجيب بقى البوتاجاز الصغير جنبها وتقوم حطها على السرير، والصينية برضو شدها على السرير لأنها كانت كبيرة طبعا، ربنا يرحمها ويغفر لها. ودي كانت حاجات من الحاجات اللي أنا يعني روحانياتي مع القهوة، كل ما أشرب فنجان القهوة أفتكرها وأقول لها ألف رحمة ونور تروح لك يا تيتا، ويا رب يا رب يسكنك الفردوس الأعلى، هي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم آمين. وادي السمك بتاعي، شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة. مش بقول لكم مش أي سمك، مش بقول لكم سمك رمودي، بجد أنا عايزة أقول لكم السمك ده طعمه خرافة. زي ما بقول لكم هو أي حاجة في مقاديرنا، حبة حب، اهم حاجه في المقادير حبه حب. لو عملتي الحاجه بحب والله هتطلع تحفه وخرافه. لا تقولوا لي شغل مطاعم ولا اي حاجه، ده انت في البيت تعملي احلى من شغل المطاعم. معلش الشيف بتاع المطعم دوت اصلا يعني متعلم من والدته، بصوا جمال، بصوا متحمر ازاي، او من زوجته او من اخته. يعني عايزه اقول لكم ما بيفرقش حاجه عن حاجات البيت، بالعكس انت ممكن تعملي الحاجات تبقي متميزه بيها اكتر كمان من المطاعم. بس زينيها وقدميها بطريقه لولادك او لجوزك. اهم حاجة التقديم بقى في الاخر، يعني ظبطي اكلك، واهم حاجة التقديم في الاخر. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين الاكل تحفة 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 بجد. طبعا بتبقي مجهزة جنبه، عندك بقى رز، عايزة تاكليه بعيش، مفيش اي مشكلة. احنا بالنسبة لنا كنا مجهزين عيش بلدي من اللي هو القابب الجميل ده. بصوا السمكية بجد، انا مش عارفة الكاميرا مش جايباها قوي، بس هي باينة في الطاسة على الاقل يعني. طبعا كنا محضرين عيش ومحضرة طماطم محدقة جنبه بالتتبيلة، هنشوفها مع بعض برضو دلوقتي. ادي السمك هسيبه يتقلي، وهروح اجيب 3 طماطمات كده معايا، هطلع العنق بتاعها وهبدأ اقطعها طرنشات معايا. طبعا ذكرياتنا كلنا برضو الطماطم المشققة دي على فكرة، عايزة اقول لكم برضو كانت تعليم جدتي الله يرحمها. يعني هي كانت بتعمل كده، واوقات كانت بتعمل بتقطع الطماطمية طرنشات بس مش للآخر، فتخليها عاملة زي وردة يعني. حبيبتي يا تيتا طبعا، عايزة اقول لكم انا كانت علاقتي بيها يعني ممكن تكون اكتر من ماما كمان، يعني بنفهم على بعض جامد وقريبين لبعض قوي قوي قوي. وطبعا ماما حبيبتي جدا يعني برضه على فكرة، ربنا يديها الصحة والعمر يا رب ويشفيها ويعافيها. وهنا قطعت الطماطم بتاعتي طرنشات زي ما احنا ما شايفين. بكون محضرة بقى معايا التتبيلة اللي هي عاملة زي تتبيلة السمك، عبارة عن فلفل أحمر، حبة ملح، حبة كمون، وطبعا ليمونية، وتوم، توم وفلفل أحمر مفروم، ليمونية، حبة كمون. بجد التتبيلة بتاعت السمك دي أصلا تحفة. وهنا برص الطماطم زي ما احنا شايفين كده فوق بعضها، واعمل حسابي ان كل طماطمية يكون شاربة من التتبيلة كويس. كون هنا محضرة ليمونة معايا، وبنزل بالليمون بتاعي على الطماطم. بصي على قد ما تقدري بقى يعني حطي ليمونتين، على حسب العصير بتاع الليمون. وده بقى جاهز معانا احلى طبق طماطم. يعني في ناس يقولوا عليها مقبلات، او طماطم محدقة، او طماطم مخللة. بجد طعمها خرافة ووهم، وخاصة جنب السمك، جنب انواع الاسماك المقلية. وهنا معايا ادي الجمال والحلاوة. شوفوا السمك بتاعي، بأمانة ربنا انا عايزة رأيكم بقى في التعليقات. يعني عايزة اقول لكم سكر تحفة بجد، حرفيا تحفة. جربوه بطريقتي. عايزة اقول لكم هو مخلي، يتغمس على طول او يتاكل جنب الرز اللي هو البني، الرز البني اللي بالبصلة، يتاكل كده على طول. بصوا السمكة، بصوا جمالها، بسم الله ما شاء الله، تحميرها تحفة. وانا بالنسبة لي كان كفاية مرة التتبيلة بتاعتها.
عايزين انتوا تزودوا التتبيلة مرتين، تعملوا الخطوة دي مرتين، مفيش مشكلة. وادي احلى طبق مقبلات. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الطماطم، وادي السمك القمر بتاعي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بألف هنا وشفا. بصوا اسمعوا على المشهد. بصوا بصوا دلوقتي نشوف السمك بتاعي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يغفره. تحفة أقسم بالله، تحفة. وهحلف واللي هيزعل يزعل. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوه ومش هتندموا. كل وصفاتي والله العظيم جميلة. عمري ما هطلع اقول وصفة الا لما اكون واثقة منها 1,000,000%. جربوها ومش هتندموا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الرحمن. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، طعمه تحفة. دول ابراهيم. حلو. تحفة. جربوه ومش هتندموا. انكم باي. الف هنا وشفا.